ما فكرتش قبل كده ليه لما بتجوع في اي وقت سواء الصبح او الظهر او بالليل نفسك بتروح للفاست فود؟ اول حاجه بيتزا بقى، برجر، فرايدي تشيكن، او حتى الاكل الدسم المدهن ده، موزه ضاني، طاجن عكاوي، طاجن كوارع مفروش عليه ورق عنب من فوق ومن تحت. بس نفسك ما تروحش انك تقوم تعمل لك شويه شوربه خضار مثلا، او تجيب لك خصايه تقعد تعضعض فيها. طب ايه يا ترى السبب في حاجه زي كده؟ وليه بنحب الفاست فود او الاكل التقيل ده وبنتمزج قوي لما ناكله، او على الاقل حتى لما بنفكر فيه، وفي نفس الوقت مش بنحن للاكل الصحي او نفسنا مش بتروح له كتير؟ هحكي لك. الحقيقه هو في كذا سبب للموضوع ده، مش سبب واحد، ونقدر نقول كمان ان كل الاسباب دي بيكملوا بعض. بس ممكن ابتدي لك باول سبب واقول لك ان احنا وارثين الموضوع ده من اجدادنا، بس مش اجدادنا القريبين دول اللي هم ممكن يبقوا لسه عايشين كمان او لسه ميتين من كام سنه، لا انا قصدي هنا اجدادنا بتوع زمان خالص اللي كانوا عايشين في الكهوف. انسان الكهف ده كان الغذاء الاساسي بتاعه وهو الخضار والفاكهه والحاجات الطبيعيه اللي موجوده حواليه، لحد ما شويه شويه ربنا كرمه وابتدى يطور من نفسه وابتدى يسن اسلحه ويعمل العصا المدببه للدفاع عن نفسه. ومع الوقت لقى نفسه ان هو بالاسلحه والعصي دي قادر برضه يصطاد. ومن هنا دخل في نظامه الغذائي عنصر جديد وهو اللحوم. ولما تيجي هنا تقارن السعرات الحراريه والطاقه اللي الجسم بياخدها من الفواكه والخضار قدام السعرات الحراريه والطاقه اللي الجسم بياخدها من حاجه زي اللحوم، فهنا اكيد اللحوم هتكسب طبعا. اولا لان الانسان البدائي ده كان بيبذل مجهود كبير جدا وبالتالي كان محتاج طاقه كبيره جدا. وثانيا توفير للوقت. انت مثلا علشان تاخد نفس كميه الطاقه اللي بتمدك بيها فخده غزاله صغيره مثلا، فانت محتاج قدامها يجي 50 60 كيلو تفاح علشان تاخد منهم نفس كميه العناصر الغذائيه. فلا يا باشا، انا احسن لي اصحى كل يوم ساعتين بدري، انشل لي كام حيوان كده نقعد نتغذى عليهم، منها نتغذى ونرم عظمنا، ومنها وفرنا الوقت ان احنا نقعد ندور على فواكه وخضار كتير. ومن هنا جسم الانسان ابتدى يتعود على الاكل اللي سعراته الحراريه عاليه. ومش بس الجسم اللي اتعود، ده المخ كمان اتعود، لان زي ما انت عارف وقلت لك في فيديوهات قبل كده ان المخ ذكي حتى لو صاحبه غبي. المخ لما بتجيله اشاره ان الجسم دخل له حاجه بيحبها، او الانسان عموما عمل اي حاجه المخ بيحبها وبيفضلها، فبيكافئ. عامل له حاجه اسمها ريوردنج سيستم او نظام المكافاه، وده عباره عن مجموعه من الاعصاب في المخ المسؤوله عن التعلم والمشاعر الايجابيه واي فعل بيبسط الانسان عموما. اول ما الاعصاب دي يحصل لها اثاره عن طريق ان الجسم مثلا ياكل حاجه هو بيحبها، انجز انجاز مهم بالنسبه له، شاف حاجه عملت له اثاره، هوب الاعصاب دي تتحفز والريوردنج سيستم يشتغل، اديله يا باشا دوبامين، هرمون السعاده. وده السبب اللي بيخليك تكريف او تشتاق لاكله معينه، او سيجاره لو انت بتدخن، او انك عايز تحس بالانجاز انك تخلص حاجه وراك. كل الحاجات دي بتنشط الريوردنج سيستم عندك، وبكده هتبقى عايز تعملها باستمرار علشان تحس بشويه دوبامين في جسمك وتتبسط. طب تيجي تقول لي دلوقتي انا سمعت كل الكلام بس مش عارف احط ايدي على المشكله. هقول لك ان اجدادنا اللي كانوا عايشين في الكهوف دول نشاطهم البدني كان كبير جدا، وعشان كده هم فعلا كانوا محتاجين النظام الغذائي اللي مليان بالسعرات الحراريه والطاقه والدهون والسكريات والكربوهيدرات دي كلها، وده علشان يقدر يواصل النشاط البدني الكبير بتاعه. لكن احنا دلوقتي اغلبنا ما عندوش النشاط البدني الكبير اللي يستاهل ده كله. ومن هنا تيجي المشكله، احنا ما زلنا مكملين على النظام الغذائي القديم اللي مليان بالكربوهيدرات والسكريات والدهون واللي عايزه مجهود كبير جدا علشان تتحرق. ومن هنا ابتدت بقى تظهر المشكلات الصحيه عند الناس. طب تيجي تسالني سؤال ثعباني تاني وتقول لي طب ما انا يا عم ممكن اكل كتير واتحرك كتير، ايه بقى المشكله؟ صدقني كان نفسي اقول لك بس هو لا برضه، لاننا دلوقتي عندنا الفرصه والقدره ان احنا نقدر نوازن ما بين العناصر الغذائيه اللي بندخلها جسمنا كل يوم. فليه لا انك تكون بتاكل كل يوم وجبات صحيه متكامله من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والسكريات وكل العناصر اللي انت عايزها، بس بصوره صحيه ومتوازنه مع كميه النشاط اللي انت بتبذله. ده غير سبب تاني برضه بس هقول لك عليه كمان شويه. فكده انت عرفت ان اول سبب هو النظام الغذائي والعادات اللي ورثناها وجسمنا اتعود عليها ومخنا كمان اتعود عليها من اجدادنا. تاني سبب ان الاكلات دي اتسمت اكلات سريعه علشان هي فعلا سريعه، والحياه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي سريعه، ما بقاش فيها الرفاهيه الكفايه انك تقعد تحنتف في كل حاجه هتاكلها وتعملها. انت عايز تنجز، انت عايز وانت رايح شغلك وجعان تضرب لك سندوتش بيج ماك مثلا ما بياخدش في تحضيره 10 دقائق، منها تبقى انجزت في الوقت ومنها خدت شويه دوبامين يعملوا لك نشاط وسعاده في اول اليوم. ده بالاضافه ان الوجبات السريعه دي هي كمان رخيصه، او كانت رخيصه يعني، بس هي في بلاد تانية كتير لسه رخيصه. والسبب بقى بتاع ان الحياه سريعه دلوقتي ده يودينا لثالث سبب، وهي ان اصحاب المصانع ورجال الاعمال استغلوا النقطه دي كويس قوي. استفادوا منها ان هم يصنعوا الاكل ويطبخوه ويجهزوه ويضيفوا عليهم مواد خاصه بيهم زائد البهارات اللي هم عارفينها والصوصات اللي هم مركبينها علشان يجروا رجلك اكتر. وبالتالي انت مش هتاخد نفس اكسبيرينس الاكل دي او التجربه الكامله بتاعه الاكل دي غير من عندهم هم، او بمعنى تاني مش هتلاقي الطعم ده غير عندهم هم. فانت مثلا عندك المواد المصنعه اللي لو مسكت اي باكج او اي كيس اكله انت بتشتريها من بره وحاولت تقراها هتلاقي انك مش فاهم اغلبها. مثلا عندك المواد الحافظه، عندك الزيوت المهدرجه اللي الاكل بيتقلي فيها، وعندك حاجات تانية كتير انت ما تعرفهاش بتجر رجلك. وهو ده السبب اللي انا قلت لك هقول لك عليه كمان شويه، وهو انه على الاقل اجدادنا كانوا يا سيدي بياكلوا سعرات حراريه كتير ونظام غذائي دسم وضخم، بس على الاقل كان كله طبيعي. اصطاد،
اذبح، اسلخ، اشوي، كل. لكن دلوقتي انت مهما كان مجهودك البدني كتير وبتلف كتير وبتشقى كتير، او انت يا سيدي حتى لو على الاقل شخص رياضي وبتنزل الجيم وبتجري كل يوم، لكن انت لسه بتدخل جسمك مواد انت مش عارف مصدرها اصلا. فبعد كده لو نفسك هفتك على فاست فود او سندوتش برجر كبير او طاجن عكاوي بالليه، امسك نفسك شويه، امسك نفسك لغايه ما تكلمني ونروح ناكلهم مع بعض. بهزر طبعا معاك، بس انا مؤمن بان الاعتدال هو الحل. الاعتدال في اي حاجه بتعملها احسن بكتير من انك تحرم نفسك منها. فلو عجبك الموضوع اعمل لايك وشير للفيديو عشان صاحبك اللي بياكل فاست فود كتير يشوفه، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.